السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون يومكم خير النهارده ان شاء الله باذن الله. النهارده عندنا تفاصيل، عندنا اخبار هنتكلم فيها. هنتكلم عن منتخب الاولمبي، هنتكلم عن النادي الاهلي، هنتكلم عن نادي الزمالك وبعض الصفقات. النهارده كانت مباراه. مبدئيا كده هنتكلم على الاهلي. كانت مباراه النادي الاهلي ومودرن فيوتشر المسمى القديم في الدوري المصري. الاهلي كسب المباراه 2-1، وفي استكمالا للفارس الأحمر في الدوري المصري المباراة 13 أو 14 على التوالي بالفوز. مفيش تعادل، مفيش هزيمة. الأهلي مصمم على استرجاع لقب الدوري أو إن هو يكون متواجد في الجزيرة. الأهلي بيقدم مباريات حتى لو مش أحسن مستويات، بس بيعرف يكسب، بيعرف يوصل، بيعرف ياخد اللي هو عايزه من المطوشة. نادي الأهلي النهاردة هو ومودرن لعبوا مباراة شوط أول كان مميز جدا. الشوط الأولاني خلص 1-1. تشكيلة للنادي الأهلي تعتبر نفس تشكيلة مباراة بيراميدز مع اختلافات بسيطة. قفشة هو اللي نزل مع إمام عاشور مكان مروان عطية، وبقية اللعيبة تعتبر هي ما كانش فيه تغييرات. الشوط الأولاني زي ما قلنا كان شوط حلو جدا، كان فيه هجمات من مودرن وهجمات من النادي الأهلي. الأهلي ضيع حوالي فرصتين 3. مودرن جاب جون حلو جدا. اعتماده كله كان على 2 مهاجمين، أحمد عاطف والمهاجم الأفريقي اللي جاب الجون. خلقوا مشاكل لدفاعات النادي الأهلي في الشوط الأولاني بسرعتهم، بالشوط اللي بيشوطوه من بعيد. النادي الأهلي مسك كورة بعد الجون الأولاني جابه مودرن، راح للجون كتير. ضيع حوالي فرصتين 3 في الشوط الأولاني. إمام عاشور ما كانش أحسن حاجة في المباراة، بس استغل من كرة ثابتة صناعة قفشة، جاب جون حلو جدا براسه. وعلى فكرة ده أول جون يجيبه إمام عاشور براسه مع النادي الأهلي. خلص الشوط الأولاني 1-1. الشوط الثاني الأهلي كمان كان عنده جون، كان جاب جون في الشوط الأولاني بس اتحسب فاول. يعني مش هتكلم في قصة إن هي فعلا فاول ولا مش فاول. أبو علي رماها ولعبها كده بزحلقة قدام ال 18 لقفشة، وقفشة حطها على يمين الحارس كانت في التمانيات فوق. الحكم حسبها فاول بغض النظر هل هي جون أو مش جون، ده مش موضوعنا. الشوط الأولاني خلص 1-1. الشوط الثاني الأهلي نزل فايق أكتر، ماسك كرة أكتر. استغل، جات له حوالي 8 أو 9 أو 10، حوالي 9-10 ركنيات. استغل كرة ثابتة تانية، وبيرسي تاو جاب الجون الثاني بعد تغييرتين. نزل بيرسي تاو مكان طاهر، والتغييرة الثانية كان اللاعب المغربي بيلعب وينج شمال مش متذكر اسمه، نزل مكان حسين الشحات. لعب كرة ثابتة من ركنية، وبيرسي تاو دخل حطها بدماغه. فخطأ دفاعي وخطأ للحارس، محدش فيهم طلع الكرة خالص. الأهلي فضل مستمر. الجون جه في حوالي الدقيقة 65 أو الدقيقة 63. فضل مستمر المباراة على الحال دوت لحد ما اطرد لعيب الباك الشمال لفريق مودر في تدخل كان صعب شوية وكان عنيف على بيرسي تاو. الأهلي كان خلاص خد اللي هو عايزه من الماتش. كان في حالة إرهاق باينة قوي في لعيبة الأهلي من بعد الجون التاني. اللعيبة كانت ماسكة كورة بتلعب على الأرض، بترجع الكورة لورا كتير، اللعيبة مش قادرة. خلاص خدت اللي هي عايزاه، بس كان ممكن نادي مودرن يرجع. فدي حتة برضو أنا مش فاهمها في الأهلي. أنت جبت جون وتاني وفي طرد حصل، ليه ما ضغطتش قدام؟ هل ممكن إرهاق؟ ممكن، وارد جدا يبقى إرهاق. شفنا كريم نيدفيد، شفنا بيرسي تاو، شفنا كذا لعيب نزل لعبوا وغيروا مجريات المباراة للأحسن، والأهلي كسب المباراة وخد ال3 نقط. طيب الأهلي بيحقق كل مباراة 3 نقط والمستهدف بتاعه. المباراة المفروض اللي جاية المفروض هتبقى يوم الجمعة، بس دي خاصة بكاس مصر. الأهلي هيلعب الألمونيوم، ويوم الاثنين الأهلي هيلعب بيراميدز في الدوري مباراة العودة. طيب الأهلي وصل ل 63 نقطة من 25 مباراة، وبيراميدز لعب 28 مباراة ووصل ل 68 نقطة، يعني فرق 5 نقط وفرق 3 مطوشة لصالح بيراميدز أكتر من النادي الأهلي.
زي ما قلنا الاهلي دايس شارخ، مش شايف قطر ماشي، بياخد اللي هو عاوزه، ودي ميزه كويسه جدا في ظل ضغط المباريات اللي بيلعب. طيب نيجي بقى على النقيض، نادي الزمالك. الزمالك لعب اول امبارح مباراه مع نادي بلديه المحله، واتعادلوا 0-0 في مباراه غريبه واداء سيء من مدير الفني جوميز. بيلعب في مباراه يعني كامله بتسع لعيبه شباب. ليه تبتدي المباراه بتسع لعيبه شباب وتلعب بالثلاثه اللي هم الاساسيين بيلعبوا معاك، اللي هو مسلوسي وكان صبحي وكان في لعيب ثالث مش فاكر مين الثالث اللي بيلعب معاهم. المهم كان في تسع لعيبه شباب بيلعبوا في ارض الملعب، ومريح عبد الله السعيد وناصر ماهر وبقيه اللعيبه الاساسيه ودونجا. ليه وعمر جابر بره اصلا قايمه؟ ليه انت بتحافظ عليهم عشان ايه؟ هل عندك ضغط مباريات؟ هل عندك بطولات تانية؟ خلاص انت بتلعب في نص سبعة وخلاص، مفيش اي بطولات عند الفرق غير هو بطولة الدوري. كده كده ماشي، انت بعيد عن الدوري مش هتاخد دوري، عايز تجرب، عايز تشوف اللعيبه الناشئين او الشباب اللي عندك مين هيكمل معاك او مين مش هيكمل، مين هتطلعه اعاره، مين هتمشيه، مين هيبقى في الفرقه. صح، منطقي جدا، بس تطعم بثلاث اربع لعيبه مش بتسع لعيبه مره واحده. برضو ده حصل في ماتش الاسماعيلي، الشوط الاولاني كان بادئ بس مش بتسع لعيبه، كان بادئ بحوالي 5 أو 6 لعيبه شباب. وبرضو لما نزلوا اللعيبه الخبرات نزلت، الزمالك كسب الماتش 2-1 الاسماعيلي، بس مش كل مره هتحقق المطلوب او تحقق التارجت او تكسب الماتش. وبعدين كتير اوفر قوي 9 لعيبه، انت بتحرق اللعيبه، بتموت اللعيبه دي انت بتحرقها قصاد الجمهور. مش هتطلع امكانياتها زي ما تكون بتلعب جنب عبد الله السعيد، جنب ناصر ماهر، جنب سيف، جنب اوباما، جنب اللعيبه الاساسيه بتاعت الفرقه بتاعتك. فانت ليه بتحرق اللعيبه؟ ما انت حتى انت نظرتك ان انت تقدر تقيم التسع لعيبه دول او اي عدد انت هتنزله، مش هتقدر تقيمه لانه مش في حاله حقيقيه من فيه. يعني انا النهارده لما اكون انا لاعب شاب واللي جنبي كلهم شباب زيي، انا مش هقدر امكانياتي تظهر، لان ده هيبقى محتاج يتشال، واللعيب اللي جنبه محتاج يتشال، واللعيب اللي جنبه محتاج يتشال، والخط الامامي ان انت منزل فيهم برضه شباب محتاج يتشال و فمين هيشيل اللعيبه دي؟ امكانياتهم مش هتظهر ولا هتبان. فانت لازم تلعب بالفرقه الاساسيه بتاعتك وتطعمها بثلاث اربع لعيبه شباب في كل خط لعيب. لكن انت النهارده تحط التسع لعيبه مره واحده ومحتاج ان هم يطلع منهم اداء، مش هيطلع منهم. وبعدين رحت عامل التبديلات زي ما عملت في ماتش الاسماعيلي، ما جابتش برضه نتيجه، الخبرات نزلت ما عملتش حاجه، الماتش خلص 0-0. وبعدين انت بتتعادل النهارده مع البلديه اللي هو اخر 3 فرق في الدوري، وكنت قبليها ماتشين كنت متعادل مع فاركو سوا 1-1. اخر فرقتين في الثلاث اربع خمس فرق تحت انت بتتعادل معاهم. طب الزمالك هيروح فين؟ الزمالك دلوقتي في المركز الخامس، معاه كام نقطه؟ معاه 26. تخيل انت لعب 26 ماتش معاه 45 نقطه. نادي الزمالك انت بتتكلم خلاص لعب هو 26 ماتش، يعني انت بتتكلم قدامه باقي له 6 ماتشات في المركز الخامس. هو ده ينفع؟ مش معنى ان انت هتنافس في الكونفدراليه السنه الجايه عشان تحمل اللقب فانت مش فارق معاك ان انت تطلع مركز ايه، يعني على اخر الدوري هنلاقيك مثلا سادس او سابع او ثامن كمان بالاداء اللي بيعمله جوميز ده. اولا لا في خطه، لا في لعيبه، لا في تنظيم، لا في تطعم زي ما قلنا لعيبه شباب بلعيبه خبره يشيلوا بعض. تخبط واستهتار. انا بصراحه مش شايف ان جوميز ده هينفع للموسم الجاي بامانه. مدير فني على قده. هتقولي ما هو خد الكونفدراليه، معلش عفوا، الزمالك قابل مين في الكونفدراليه؟ ما قابلش حد، ما قابلش فرقه تقول ند النادي الزمالك. على فكره نادي الزمالك فيه لعيبه كويسه جدا، في فرقه كويسه جدا، فرقه محترمه اعلى من الفرقه اللي كان فيريرا واخد بيها الدوري. فيريرا كان واخد الدوري بالشباب، ده حقيقه، بيوسف اسامه وسيف جعفر وغيرهم، وقلب الدفاع اللي بيلعب ده في المنتخب الرياضي حسام عبد المجيد كان واخدها بالشباب، يعني واخد فيها 4-5 عناصر شباب كان واخد بيهم بطوله الدوري. زائد ان الاهلي ما كانش في احسن مستوياته وسقط من نفسه نقط. الفرقه الموجوده في الزمالك دلوقتي احسن من اللي كانت مع فيريرا لما خدوا الدوري. فانا مش شايف ان ده مدير فني يقدر
ينافس الموسم الجاي، يبقى عنده تارجت، ينافس على الدوري، ينافس على الكاس، ينافس على الكونفدراليه تاني. انا مش شايف انه هيقدر يعمل الكلام ده رايي الشخصي. طيب كده اتكلمنا عن الاهلي واتكلمنا عن الزمالك. الزمالك هيلعب بكره في كاس مصر مع فريق بروكسي دور 32. اتمنى التوفيق للزمالك وكل الانديه المصريه. هنتكلم عن المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي طبعا زي ما احنا عارفين هو في باريس عشان الاولمبياد. لعب مباراه من يومين مع المنتخب الاوكراني وتعادل 1-1، واحمد نبيل كوكا اتصاب في الماتش دوت. اصابته هتقعد بحوالي 10 ايام. لو المنتخب ليه نصيب ان هو يكمل ممكن يرجع للمنتخب. المنتخب المفروض هيلعب بكره، هيقابل في ماتش ودي المنتخب العراقي قبل البطوله خلاص بنتكلم على يوم 24 هتبتدي. فانت ما عندكش وقت غير خلاص هو اسبوع. مجموعه منتخب مصر انا شايف ان انت تقدر تصعد مستريح مع اسبانيا، معاك اسبانيا، معاك اوزبكستان، معاك الدومينيكان. فيعني فرقتين ما حدش يعرفهم، الدومينيكان واوزبكستان. ممكن تقول اوزبكستان هي اللي اقرب شويه، ممكن تلاقي فيها ما بينك وما بينها تنافس. وطبعا اكيد منتخب اسبانيا هيصعد اول، وانت شايف ان انت تقدر تطلع مستريح مركز تاني. وتقدر كمان بعد ما تطلع مركز تاني اما تقابل المجموعه اللي قصادك، اذا طلعت مركز تاني انت عندك فيها مالي وباراجواي واليابان والكيان الصهيوني اللي ما يتسموش يعني. دول الاربع منتخبات اللي انت لو صعدت تاني ممكن تقابل واحد فيهم. فانا شايف ان انت يعني في امال في اللي انت تقدر توصل لقبل نهائي. ليه لا؟ معاك فرقه كويسه، معاك لعيبه بتلعب في الفيرست تيم في الاهلي وفي الزمالك وفي بيراميدز، ومعاهم زيزو ومعاهم النني. مدير فني على مستوى عالي، واخد الاولمبياد قبل كده مع المنتخب البرازيلي، وكان اول مره المنتخب البرازيلي ياخد الذهبيه، كان هو المدير الفني بتاعهم ميكلي طبعا. فانا شايف ان ده متاح وده متوافر وتقدر تحقق نتيجه كويسه. اخر خبر معانا كان كولر قاعد في جلسه مع كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره من يومين، او بالاخص امبارح بالاخص يعني. وكان وكيل اعمال كولر كان قاعد مع المجلس مع لجنه التخطيط، وكان جايب 2 لعيبه صفقتين يعني. صفقتين 2 لعيبه بيلعبوا في اوروبا، افارقه، قلب دفاع ومهاجم. بيقال او تقارير طالعه ان هم تقال جدا، خاصه ان هم بيلعبوا في اوروبا. لسه لجنه التخطيط هتبص وهتشوف ايه اللي ممكن يتم، وهل هيوافقوا على 2 لعيبه دول ولا لا. من ضمن اللعيبه كتير بتتعرض على الاهلي، وزي ما احنا عارفين خلاص يعني انت الموسم مجرد ما يخلص هتبتدي فتره الانتقالات بتاعتك، وتشوف بقى انت ايه اولوياتك وايه اللعيبه اللي عايز تجيبها. يحيى عطيه الله بعد عن النادي الاهلي. كولر عايزه لكن لاعب بعد عن النادي الاهلي. في كلام كبير ان هو رايح فرقه في ايران بيمرنها جريدو اللي كان ماسك الاهلي قبل كده. فيحيى عطيه الله هيبقى الموضوع صعب وبعد عن النادي الاهلي. دي كانت اخر اخبار معانا، يا رب نكون فدناك. لو ليك اي تعليقات شاركنا برايك. لو بتتفرج على اليوتيوب يا ريت تفعل زر الجرس وتشترك بالقناه، او بتتفرج علينا على الفيسبوك او تيك توك تابعنا على الصفحه. السلام عليكم.